ايه ده شبيه فان ديزل. طيب قبل ما ابدا في حاجه مزعلاني وحاجه مفرحاني. الحاجه اللي مزعلاني هي ان الناس اعترضت على الحلقه اللي فاتت اللي انا بعترض فيها على فيلم الساده الافاضل اللي كنت بشوفه بيسيء لشريحه اهل الريف كلها في مصر، مع ان الفيلم فنيا يعني مش عبقري فهيشفع للانحياز القومي اللي عندي ده، فاعتقد ان دي حريتي واني كان عندي حق في ده. والحلقه دي اتعمل زيها حلقه عند خالد نبيل كانت عن اعلان عقاري بيسيء للطبقه الشعبيه في مصر، والناس ساعتها ما اعترضتش كده. اما بمناسبه خالد نبيل فالحاجه اللي مفرحاني ان فكره الثامنيل بتاعتي بقى بياخدها يوتيوبرز كبار زي خالد بيستخدمها اكتر من مره عنده، وبعدها بيستخدمها كامل العربي، وده برضه بيزود لي فرحتي بنفسي. يعني ده معناه ان انا الحمد لله متشاف وفي ناس بحبهم بيستلهموا مني افكار. ولو هخص بالذكر كامل فهو من الناس الجميله اللي ما كانش بيبخل عليا باي نصيحه قبل ما اعمل القناه. وعارف اني طولت عليك. النهارده هكلمك عن فيلم الديلر وهنحلل شخصيات الابطال ونشوف النظريات بتقول ايه عنهم. بس في البدايه اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس علشان تشوف حلقات تانية في المستقبل ان شاء الله. ويلا بينا نبدا. فيلم الديلر هو فيلم غريب. الفيلم اتعطل كتير، قعدوا يصوروه سنتين وما جابش ايرادات وقالوا مش هنشتغل مع بعض تاني. حتى صاحب المساحه الاكبر اللي هو السقا ما كانش راضي عن مشاهده، واداؤه فعلا ما كانش حلو. وحتى اداء خالد النبوي كان على نفس المستوى من عدم الجوده، ولكن خالد النبوي كان له النصيب الاكبر في الكاريزما على الشاشه. وحتى شخصيته في الفيلم كانت متصممه انها تكون اكتر نصاحه وقبول عند الناس. كمان الفيلم بيفكرني بفيلم ريتشوال كيل، فيلم فيه اتنين تقال زي الباتشينو وروبرت دينيرو، والاتنين واخدين فورمه السقا كده في الديلر، مبلقين وعراض، وبرضه الفيلم ما نجحش وهم دول كانوا طالعين من فيلم هيت. وطول الوقت رغم ان الديلر متكلف انا عندي احساس ان الفيلم على الضيق كده، مش عارف ليه، رغم انه متصور في اوكرانيا بجد وبتاع، بس تحسه متصور في استوديو. وفيلم الديلر بيدور حوالين يوسف الشيخ وعلي الحلواني اللي بيكرهوا بعض من وهم صغيرين، وهما الاتنين حبوا سماح، ولكن علي الحلواني كان اجرأ ولما كبروا صارحها بحب واتجوزها في السر. وسماح بتشتغل رقاصه في فرقه زي الفنون الشعبيه كده. وعلي عايش مع ابوه واخوه، وابوه مش شديد عليه. ويوسف عايش مع ابوه شيخ الجامع ومع اتنين اخوات بنات، وابوه كان قاسي عليه من صغره وبيقطم فيه وساخط على تصرفاته. وفي يوم من الايام بينوي علي يسافر مع سماح في فرقتها تبع شغلها لاوكرانيا ويكسروا الفيزا ويعيشوا هناك. وبيطلب يوسف انه يسافر معاهم وهيدفع اللي يطلبه علي، ولكن علي بيخدعه وبيقول له ان هو موافق، وفي الاخر بيسلمه للحكومه وبيتحبس يوسف. وبعد ما بيخرج بيسافر هو كمان بس تركيا، وبيقابل واحد هناك اسمه فرحات الكردي وبيشتغل معاه سمسار ملابس. وبعد شويتين وشويه ثقه بيشتغل معاه في تهريب المخدرات. يوسف كان اقل ذكاء وسرعه بديهه وتصرف من علي، فلما اشتغل في تهريب المخدرات وبدا حتى يحس انه ناجح نسبيا بره مصر، يعني كان كل مره بيهرب مخدرات من بلد لبلد بيقع في مشكله ويتنصب عليه، لحد ما بيقرر فرحات ينقذه في مره. فبيروح فرحات لعمه كمال وبيخليه يتوسط له مقابل ان يوسف يبقى شغال عند كمال. وبالصدفه البحته العبيطه جدا بنكتشف ان ابن كمال هو اللي اسمه تركي وبيحمل الجنسيه التركيه وبيتكلم تركي، وهو اللي كان شغال مع بورتليف الراجل الاوكراني اللي كان شغال معاه علي الحلواني في اوكرانيا. وتركي ده كانت بينه وبين علي عداوه لان علي اخد حبيبته فقع له عينه. وبعد كده علي بيسرق فلوس بورتليف الراجل المافيوزو الاوكراني اللي كان شغال معاه، وبيختفي ويتدرج في المناصب لحد ما نلاقيه مترشح فجاه لانتخابات في اوكرانيا. ما تعرفش بقى دي انتخابات رئاسيه ولا برلمان ولا ايه. ونلاقيه يتجوز بنت وزير اوكراني وبيشتغل في تجاره السلاح مع الجيش الاوكراني، حاجه في منتهى السهوله لدرجه الزحلقه الدراميه. وبعدين بيتحالف تركي وابوه كمال مع يوسف لان عدوهم واحد وهو علي الحلواني، فبيتفقوا انهم يخطفوا ابن علي اللي هو ابن سماح، لان سماح دلوقتي اتجوزت يوسف وخلفت منه لان علي طلقها لما ادمنت واخد ابنها. لا ويوسف بيقابل سماح بالصدفه العبيطه كده في اوكرانيا وبيلاقيها شغاله ستريبتيز في ديسكو هناك، فبيستغرب قوي وبيغطيها انت ازاي رقاصه وبتاع. طب يعني هي كانت شغاله اخصائيه تغذيه في مصر، ما هي كانت رقاصه برضه. المهم يوسف وتركي وكمال بيخطفوا ابن سماح علشان يرجعه لها، ويوسف ياخد طاره من علي بالمره وبتحصل بينهم مواجهه. واثناء الخناقه بين علي ويوسف كمال بيدي الاذن لتركي ابنه وحبيبه انه يسرق فلوس الفديه ويخطف ابن علي ويهرب. بيتحد علي ويوسف على الانتقام من تركي وانهم يرجعوا ابن علي، وبيرجعوه بالفعل وبيقتلوا تركي. بس اثناء الاشتباك بياخد علي طلقه في ظهره وبيجيله حاله من السلام النفسي كده، وبيقول ليوسف ابني امانه في رقبتك، ولكنه برضه بيموت وهو بيكابر وشايف انه ميت بمزاجه علشان يفدي ابنه وانه لسه احسن من يوسف. وبيتربى ابن علي وابن يوسف مع بعض في بيت يوسف لما بيرجع بيهم على مصر. وطبعا في نص الفيلم بنلاقي بلاوي منتجيه ومشاهد اتاكلت في النص، وبنلاقي مهدي اللي هو المفروض تونسي تقريبا وتقريبا نصب على يوسف في اول الاحداث او يوسف نصب عليه، متحالف مع يوسف في اخر الاحداث ما تفهمش ازاي. وما بنشوفش قصه البضاعه اللي اتبدلت بسكر بودره اللي عمالين يكرروها، او يمكن النسخه اللي انا اتفرجت عليها ناقصه معرفش. بس في سقطات طبعا ما تتعملش في مشروع تخرج حتى. وبعدين ايه لوك والتر وايت ده. ودلوقتي يجي دور نظرياتنا. النظريه بتقول
بتقول ان كراهية يوسف لعلي ما كانش سببها الرئيسي حبه لسماح، انما كان سببها الرئيسي هو الحقد على علي. يوسف كان اقل ذكاء وتصرفاته محدودة وحريته اقل حتى من علي، والنظرية بتقول ان ده سبب له مشاكل في تكوين علاقات اجتماعية وانخفاض شديد في ثقته بنفسه وفشل شديد في جميع مراحل حياته لحد سن ال30، وده عطله انه يعترف لسماح بحبه لانه كان لخمة وما بيعرفش يعبر. يكشي هما بس شوية اظهار اعجاب على الخفيف كده وهو صغير ايام ما كان مروان سري، وبيبدأ يتدردح فعلا بعد سن ال30 بعد ما بيكون الاوان فات، وده عطله انه يتقدم في الدراسة وساب التعليم من تانية اعدادي، وعطله انه يلاقي شغل مستقر على عكس علي اللي كان حر اكتر وجريء اكتر واوسم واخف، وحتى كمل في التعليم لحد الجامعة رغم انه كان بيسقط فيها وكبر في السن. لكن علي كان فشله اقل من فشل يوسف. علي كان فهلاوي وبيعرف يجيب فلوس من كل ناحية، انما يوسف كان اخره شوية قمار وخناقتين في الشارع. والنظرية بتقول كمان ان من ضمن الاسباب اللي خلت يوسف كده هي تربية ابوه ليه بشكل قاسي وصارم. ابوه ما كانش بيرفع معنوياته في شيء ولا بيظهر له اي اعجاب او فخر، حتى لما كان علي بيرسم رسمة في طفولته ويروح يفرجها لابوه ما كانش بيبص لها حتى. ابو يوسف الشيخ محمود السعدني، والنظرية بتقول ان اسم الشيخ ده هو بس لقب لان الاب كان شيخ زاوية، الزاوية هي الجامع الصغير. المهم ان الشيخ محمود عمره ما حضن يوسف ولا حتى حسسه بالثقة ولا بالحنية. والسبب التاني كمان في تكوين يوسف على الشكل اللي بقى عليه هو انه كان عايش مع اختين بنات، يعني اختلاطه ما كانش مع شخصيات تجرأه اكتر. النظرية بتقول ان ابو علي الشيخ محمود اتربى تربية اقسى واصعب من تربيته ليوسف رغم انه كان الابن الوحيد، فنقل نسخة مخففة من تربية ابوه ليه ليوسف ابنه، لان بشكل لا واعي الاب بينقل تربية الجد للابن وبتفضل السلسلة تتورث لحد ما يجي اب ناضج يحاول يكسرها. ابو يوسف اتعمى حزنا على فراق ابنه لما لقى ابنه بيعمل رد فعل هو مش متوقعه ولا متعود عليه، وهو ان يوسف يثور ويقرر يسافر ويسيب البلد. الشيخ محمود كان من كتر ما اتعود على ان يوسف بيسمع ويسكت كان شايف ان من غير الطبيعي ابدا ان الابن يجيب اخره ويسافر ويحرمه منه. المستغرب ازاي ابنه يطلع بني ادم وبيحس بالاهانه والاساءه والاسوأ اللي بيتعرض لها من يوم ما اتولد، وده للاسف اللي مزروع عند بعض الاباء من الاجيال دي وعمره ما هيتغير، وفات اوان المرونه علشان يتقبلوا عكسه بسبب مفهوم العقوق والحق المكتسب، في حين ان ربنا اصلا بيحاسب الظالم حتى لو هو الاب والام. وابو يوسف بيترجى ابنه يقعد وبيحضنه للمره الاولى ولكن بتكون جت متاخره، وبيتعمي من البكا على فراقه وبيموت. ولكن في رؤيه الشخصيه ده مش بيكون شيء يشفع له قسوته على مدى حاجه و30 سنه من عمر يوسف. اما فرحات الكردي اللي بيقوم بدوره الفنان اوفر الشافعي علشان نبرر لهجاته المهترئه، النظريه بتقول انه عراقي من الاكراد ولهجته مختلطه لانه ساب العراق في سن صغير وراح الاردن، ومن الاردن راح مصر، ومن مصر راح تركيا، ولذلك بدل ما يتقن اللهجات الاربعه ما اتقنش ولا لهجه منهم بل كانوا بيخشوا في بعض. والنظريه بتقول ان سبب ده هو اضطراب عصبي اسمه اضطراب اللغه النمائي بيخلي الشخص عنده صعوبه في تعلم اللغه او اكتر من لغه او اكتر من لهجه حتى. النظريه بتقول ان فرحات لما راح لعمه كمال علشان ينقذ يوسف وقدم ولاء واعتذار، الحادثه اللي كان بيعتذر عنها كانت ان فرحات عمه كان مكلفه بتوزيع شحنه مخدرات، ولكن فرحات كان طايش وصغير فطمع وقتها واخد الفلوس والبضاعه وسافر فرنسا هربان، قعد هناك سنتين ورجع بعدها لتركيا تاني. ولما رجع عمه كان بيبعت له علامات تحذره وتعرفه انه متراقب لكنه مش هيتاذي. اما بالنسبه لعلي وقصه ترشحه للانتخابات في اوكرانيا فبالبديهه هو اخذ الجنسيه الاوكرانيه علشان اتجوز اوكرانيه وحماه وزير وبتاع، ولكن تاكيده في الخطاب انه من اصول مصريه بيسيب استنتاج انه مزدوج الجنسيه، ومن شروط الترشح انه يكون معاه جنسيه اوكرانيا بس، سواء هيترشح لرئاسه الدوله او الحكومه او البرلمان او حتى في العموديه في قريه صغيره. فالنظريه بتقول هنا انه رغم اعترافه انه من اصول مصريه الا انه عشان يتقبل لازم يتنازل عن الجنسيه المصريه، وده يوريك قد ايه علي كان بياع وبتاع مصلحته واناني لاقصى درجه، وشهوته هي التقدم والنجاح وبس، يعني ما عندوش ولاء لحد ولا الوطن ولا لغيره. تقريبا كان الاستثناء الوحيد في حياه علي هو ابنه. وكان هيقف قدامنا سقطه تانية انه لازم يمر 10 سنين على وجود الشخص في اوكرانيا علشان يبدا يترشح للانتخابات دي، ولكن لما بنشوف ابن علي كبير فما بنستبعدش ابدا ان مر 10 سنين في الفيلم فعلا، فطلع ينفع يبقى ليها ترقيع ان علي يبقى رئيس اوكرانيا فعلا. اما بقى نقطه التجاره في السلاح للجيش الاوكراني دي مش هتكلم فيها، هم حبوا يعملوا لك شويه تكدس من الانانيه بقى وجملتين من بتوع مش مهم هنبيع لمين، المهم هنبيع بكام، ماشي. والنظريه بتقول ان كمال عم فرحات كان طيب جدا وبيسامح وقلبه قلب خصايه، وده شفناه في اكتر من موقف، ولكنه قدام ابنه تركي ما يحبش يظهر ضعيف لان تركي هو ابنه الوحيد الدلوع، علشان كده رغم حبه ليوسف والفرحات اذن لتركي ابنه بالغدر بيوسف وخطف الطفل. والنظريه كمان بتقول ان كمال ما اكتفاش بكده، بل لما عرف ان يوسف قتل ابنه تركي امر بقتل سماح، فسماح فعلا ما ماتتش لوحدها
لوحدها. وبعدين ايه الامير والصمغ اللي حاطينه على عين تركي ده؟ النظريه بتقول في النهايه ان على قد ما يوسف كان صعبان عليه علي الا انه حس في الاخر بفرحه الانتصار. والنظريه الاخيره معانا بتقول ان بورتليف المافيوزو الهفا المنظر على الفاضي اللي عامل فيها طارق النهري ده بعت مرسال بعد سنين في حاره يوسف علشان يعرف العيال ولاد يوسف وعلي حقيقه الخلاف بين يوسف وعلي. وبالفعل العيال عرفت وصدقت، ولكن ما فرقش معاهم نهائيا. والانتقام الصايص ده بتاع بورتليف ما جابش فايده، وساعتها وقف بورتليف التفكير فيهم ومرضاش يكبر العداء اكتر، لان النظريه بتقول انه راجل هفق فعلا. انا مش مجرد بقولها بسخريه، تحليله انه هو هفق، شخصيته ضعيفه. وفي النهايه لو الحلقه عجبتك ما تنساش تقولي رايك في الكومنتات، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس. ولو عاوز تصمم فيديو اعلاني بالذكاء الاصطناعي لشغلك تقدر تكلمني من واتساب الشغل او لينك البيج الجديده في الوصف، وهتلاقي حلقه الساده الافاضل في الوصف برضو اللي اتكلمنا عنها في اول الفيديو. وشوف باقي الحلقات، وعندك اكونتاتي الشخصيه الجديده برضو في الوصف لان القديم اتقفل. وسلام. عارفك انت مش هتقفل الحلقه غير لما تسالني على ادله. طب انت ليه بتقول على بورتليف هفق؟ طب ايه الادله من الفيلم ده؟ اقول لك هو طول الفيلم بيندب حظه، انا عايز فلوسي، هاتولي فلوسي، هاتولي الحرامي، امسكولي فلان، انا مش هتصرف دلوقتي، انا هتصرف بعدين. هو كده جو قديم وبلدي. بلد